السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب يكون كل الناس بخير. ايه الاخبار؟ النهارده عندنا فيديو جديد. هنبدأ نتكلم فيه عن حاجات شوية ادفانسد. هنبدأ ندخل بقى حاجات مع بعض، نبدأ ندخل الكلوز سيميوليشن مع الريجيد بودي مع التراكنج مع اللايتنج مع حاجات كتير كده مع بعض عشان نبدأ نطلع نتيجة قريبة من اللي احنا شايفينها دي. وكمان هنبدأ كمان نشوف لو احنا عايزين نقفل الشوت بتاعنا على افتر افكت او نقفله على بلندر ممكن نعمل ايه. الكلام اللي احنا هنقوله النهارده دوت محتاج تركيز، محتاج ان انت تبدأ تطبق او تكتب معايا الحاجات اللي احنا بنقولها عشان خاطر ممكن يكون في تريكات جديده ممكن نقولها النهارده. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا على طول. يلا بسم الله. هنبدا زي ما بنبدا كل مره نشوف الفوتج بتاعتنا. ادي حركه الكاميرا، يعني شخص ماشي في الشارع عادي جدا. ده المبنى اللي احنا هنستخدمه ان احنا نحط عليه البرجر بتاعنا اللي بينزل، وممكن نخلي بقى البالون كده يبقى طاير وراه وماسك البانر. تشوف هنعمل ده ازاي. ممكن ننزل شويه بطاطس كمان برده من السما كده يبقوا نازلين وراهم. طيب اول حاجه هنعملها زي ما احنا متعودين ان احنا نحول الفيديو بتاعنا لسيكونس صور. فهندخل هنا على الفيديو اديتنج، شيفت ايه، نختار موف، نختار المكان اللي احنا حاطين فيه اللي احنا هننزل فيه بقى الفيديو اللي هو هيبقى ده. اوكي، اول ما ينزل الديوريشن بتاعنا المفروض ان هو يطول تقريبا 300، المفروض ان هو 420 فريم. بس احنا يعني ممكن لو عايز تكمل انت ال 420 فريم كلهم مفيش مشكله، بس انا هكتفي ب 300 بس عشان خاطر مده الفيديو. او لو عايز تكمل 420 كلهم مفيش مشكله. هنيجي هنا عند السورس بتاعنا نعرف احنا الريزوليوشن بتاعنا هنا 3840 في 2160، فهنظبطها 2160 في 3840. اوكي، الفوتج صغيره فعايزين نكبرها في المساحه كلها، فهنيجي هنا في السكيل هنخلي الاثنين دول واحد عشان تبقى واخده المساحه كلها كده. الفريم ريت بتاعنا هنا 30، نتاكد ان هو هنا بالظبط 30. الكالر مانجمنت بتاعنا نتاكد ان هو ستاندرد مش اي جي اكس. لو الريزوليوشن دوت هياخد وقت، وهو هياخد وقت بالفعل اللي عندك وهياخد مساحه، فممكن تقلل الريزوليوشن ده شويه، تخليه هنا من هنا 50%، فهيدي لك اللي هو الفول اتش دي. يعني بدل ما هو 2K كده هيديك فول اتش دي. انا يعني برجح ده احسن، يعني طالما بنشتغل في حاجه هتنزل على الانترنت مش هنحتاج الكواليتي العالي قوي ده يعني. ماشي، هنيجي هنا هنختار بقى المكان اللي احنا هنعمل فيه السيف بتاعنا. فهنيجي هنا في الفوتجز بتاعتنا، ومثلا ده هنسميه سيشن 7 PNG سيكونس. اوكي، ندخل جوه هنسمي نكتب هنا فريم، او نكتب بقى عشان يبقى متنظمه نكتب سيشن 7 فريم ونعمل اندرسكور عشان يتكتب الرقم جنبها، ونقول له اوكي. زي ما اتفقنا هنا نخلي دي 50%، وبعد كده هنبدا نقول له ان دي RGB و16 بت الكولر ديبس عشان خاطر يديني اكبر مساحه من الالوان. وهبدا ادوس كنترول F12، او من هنا من الريندر تدوس له ريندر انيميشن عشان يبدا ان هو يحول معانا الصور زي ما احنا شايفين كده بتتحول ل PNG زي الفل كده. خلاص نقفل بقى بلندر دوت ونفتح واحد جديد، ونبدا ندخل على مرحله التراكنج. هنيجي من هنا نمسح كل دوت، ندخل على VFX موشن تراكنج. هنختار من هنا المكان اللي احنا لسه عاملين فيه الاكسبورت، ندوس حرف الاي عشان نختارهم كلهم. هنيجي من هنا نظبط شويه السيتنجز اللي احنا بنظبطهم بقى في كل فيديو. ان احنا نيجي هنا الريزوليوشن بتاعنا هنا 1080 في 1920. الفريم ريت احنا لسه عاملينه 30. الكالر مانجمنت بتاعتنا تبقى ستاندرد. اوكي، بعد كده نيجي هنا نقول له ست سين فريمز وبريفيتش، نعمل ريلود كده عشان يكيش كل الحاجات بتاعتنا. فعمل لنا ادي التايم فريم بتاعنا. تعال نجيب دي هنا كده عشان تبقوا انتوا شايفين. ممكن اصغر بس الحجم بتاعي شويه كده عشان الاهم ان احنا نشوف السكرين كلها. طيب هنبدا بقى زي ما بنبدا كل مره، نيجي عند اول فريم خالص. المفروض ان احنا هنظبط هنا اللوكيشن روتيشن والسكيل. بريفيوس فريم هنعمل هنا النورماليز، والتراك اكسترا هنخلي الكورليشن هنا 0.9. وهنبدا المهمه بتاعتنا بقى ان احنا ندوس ديتكت فيتشرز. هو اختار لي الفيتشرز دي، انا حاسس ان هم قليلين جدا ومفيش حاجات في الارض كمان. فممكن اجي هنا من الديستانس اخليها 80، ومن الثريشولد دي ممكن نخليها 25. ونبدا ندوس كنترول تي عشان يبدا يعمل تراكنج للبوينتس اللي احنا خدناها. طبعا شايفين النقط اللي بتتحرك دي كلها دي نقط بايظه. بص التراكر اللي بيجري بره دوت ده تراكر بايظ. فاحنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا نحافظ على التراكرز اللي احنا بنختارها او بنشوفها. ممكن من الاول خالص ان انت لو شفت مثلا في تراكر في حته معينه بنمسح التراكرز اللي في الاريا ديت كلها، ما نخليش في اي تراكرز عليها عشان ما يبوظش الدنيا معانا لحد ما اوصل للاخر كده تمام. بعد كده ندوس ديتكت فيتشرز تاني، كنترول شيفت تي عشان يعمل تراك باكورد للتراكرز بتاعتنا الجديده بالشكل ده. خلي بالكم برضو لازم تقروا الجراف اديتور اللي تحت دوت او التايم لاين ده. الخطوط الحمراء العريضه الكبيره قوي دي ده معناه ان التراكر دوت بايظ فيه مشاكل كتير يعني. هنيجي في النص
مثلا عند فريم 200 وهندوس ديتكت فيتشر تاني كنترول تي، نفس الكلام هنرجع تاني عند فريم 200 وندوس كنترول شيفت تي عشان يعمل تراك باكورد للنقط اللي احنا لسه محددينها دلوقتي. بصوا التراكرز حاجات بتطير. طيب ممكن نسهل على نفسنا شويه برضو ونساعد بلندر، فهنيجي عند التراكر مثلا زي دوت كده الحركه بتاعته عنيفه قوي، ممكن نمسحه من الكيبورد على طول بندوس ديليت وهكذا ديليت، نمسح كل التراكرز اللي هي العنيفه قوي دي عشان يقلل معانا في نسبه الخطا بتاعه السولف ايرور. يعني ممكن نسيب له هو الباقي بقى يبدا ان هو يتحكم فيه، ممكن نمسح بس الحاجات الكبيره قوي اللي فوق دي وبس. تعالى بقى نخش الناحيه الثانيه هنا عند النقطه اللي دايما كل الناس بتقع فيها، الا وهي الحته بتاعه الكي فريم. طيب احنا هنبدا نمشي كده بس الماوس بتاعنا على الفيديو ونشوف امتى كان في بارالكس جامد. يعني انا شايفه هنا كده ماشي هنا كان ماشي عادي في الاول، وبعد كده بدات الكاميرا بص بدات تلف من اول فريم تقريبا 90 بدا يكون في لفه لحد تقريبا مثلا نقول 300 او 250، فده ممكن نكتبه من 90 ل 250 ونقول له عايزين نعالج الثلاثه دول معانا، وبعد كده ندوس على السولف كاميرا موشن. طيب لو طلع السولف ايرور غلط مثلا او كده ممكن عادي ممكن نعدله، نرجع تاني نعدل في الجزئيه دي. ممكن يكون الكي فريم اللي انت اخترته هنا ممكن يكون غلط، هي زي ما قلت لكم قبل كده هي قايمه على التجربه ان انت بتجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل لحاجه معينه. طيب هو اداني هنا اول سولف ايرور كان 7، هنبدا نعمل كلين، هندوس هنا على كلين، بعد كده نجيب كلين تراكر هيبدا يظهر معانا القائمه دي. الري بروجكشن ايرور بقى نبدا نختار زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان انا طالما السولف ايرور بتاعي جه مثلا 7 فانا ببدا اجيب الحاجات اللي فوق 7، وليكن مثلا هنجيب الحاجات اللي عنيفه قوي زي كده مثلا 15، ونبدا نمسح الحاجات دي كلها كده ونبدا نقول له اعمل لنا سولف تاني نشوف الحاجه هتبقى عامله ازاي. لو الرقم اللي طلع هنا اكبر من الرقم اللي طلع من شويه يبقى انت مسحت تراكرز كتير، تبدا تعمل كنترول زد وترجع عن الحاجات اللي انت مسحتها وتختار رقم يكون مختلف وتعيد تاني من الاول. بص نزل لحد كام 2 وشويه، يعني كده ان كان في تراكرز هي اللي معليه الموضوع قوي كده. بعد كده هنعمل كلين تراكر تاني ونبدا ان احنا نجيب مثلا التراكرز اللي مساحتها كبيره قوي كده، وبعد كده نقول له سولف كاميرا موشن هيبدا ان هو يعمل سولف معانا بقت 72. بدانا نقرب على الحاجات الكويسه اللي احنا محتاجينها. هنبدا نزود تاني كده مثلا نمسح الحاجات. طول ما انت بص بتزود فوق كده وفي ارقام كبيره معنى كده ان في تراكرز السولف ايرور بتاعها عالي، فهو ده اللي مخلي الافرج بتاع السولف ايرور هنا يبقى كبير. يعني مثلا لو احنا كبرنا كده جينا هنا بص هو لسه ماسك في ده. طيب تعال نشوف ده السولف ايرور بتاعه كام. التراكر دوت هنيجي هنا من التراكر ونمسك بص الافرج ايرور بتاعه كام 5 وشويه، فهو لما بيجي يعمل كالكوليشن السولف ايرور بتاع التراكر دوت عالي قوي فبيرفع الافرج اللي هنا ده. فهمتوا؟ عشان كده بقول لك انت تعمل كده وتبدا ان انت تجيب الحاجات اللي فوق الاول، تجيب الحاجات اللي هي العاليه قوي كده مثلا وتعمل ديليت، لان انا مصلحتي في النهايه مش ان انا امسح تراكرز كتير على قد ما انا امسح التراكرز الكتير اللي بايظه. فاهمين؟ كل ما كان الشوت بتاعك فيه تراكرز كويسه وموجوده وماسكه افرج كويس كل ما ده بيساعدك انت بعد كده في المعالجه يعني. فتعالى نمسح مثلا الحاجات اللي هي زي كده. لو واخدين بالكم بصوا انا محافظ على الثلاث نقط دول بقدر الامكان لان هم دول اكتر 3 نقط قدامي ماسكين الارض، او ممكن اجي بقى امسك انا نقط بايدي مانوالي وابدا احددها ان انا اعمل لها تراكنج، هي دي اللي ماسكه الارض. يعني لو انت بتعمل سولف ومسحتهم بالغلط هتعمل تمسك نقطه وتبدا تعمل لها تراكنج ويبقى هي دي النقطه اللي ماسكه الارض بتاعتك. طبعا احنا عارفين الارض بتحتاج 3 نقط مش نقطه واحده. بقينا 36. ممكن نجرب مره كمان نمسح التراكرز اللي هي دي ونعمل سولف تاني. انا عارف ان مرحله التراكنج دي بتضايق ناس كتير، بس يعني صدقني انت لابد منها، يعني لان انت محتاج تفهم السوفت وير الحركه بتاعت الكاميرا كانت عامله ازاي. ان شاء الله في حاجه محضرها يعني الفتره الجايه دي ممكن تساعد شويه في موضوع الكاميرا تراكنج، هنتكلم عنها في وقتها يعني ان شاء الله. طيب احنا بقينا 29. انا ممكن اطمع مره كمان معلش طمع وحش معلش، يعني بقينا 27. الحمد لله نكتفي بهذا القدر، وصلنا لنتيجه كويسه. هنيجي بقى تحت خالص كده هنا انا الف ازاي الف كده ايوه، هنقول set as background setup scene tracking كده. احنا عملنا التراكنج بتاعنا حطيناه. هنبدا بقى زي ما اتعودنا هنختار ال3 نقط دول، النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، ونقول له دول هيبقوا الفلور بتاعتي. ممكن اخلي الاوريجن بتاعتي تبقى مثلا وليكن تبقى النقطه دي set origin، واختار عايز اختار بقى الديستنس بتاعتي، احدد الديستنس بتاعت الفريم عشان اعرفه الحركه هنا او الفريم ده كبير ولا صغير. فممكن نمسك مثلا حاجه زي الشباك ده، يعني الشباك ده ممكن يكون قد ايه، متر مثلا ولا اكبر؟ يعني اعتقد انه ممكن يبقى متر ونص. يعني هي بص هي بتبقى تقريبا طبعا، فيعني خلينا ممكن نجرب متر ونص. نكتب هنا كده 1.5 ونقول له set scale وابلاي scale كده. خلاص احنا يعتبر خلصنا المهمه بتاعتنا هنا. تعالى بقى نبدا ان احنا نطلع نروح لللاي اوت، نظبط بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليها ان احنا بنظبطها كل مره. هندوس على 0 من الكيبورد. تعالى نشغل السكرين كاست كي عشان تشوفوا انا بعمل ايه. ماشي تعالى نجرب بقى كده ونشوف الفوتج بتاعتنا، الكيوب بتاعنا اخباره ايه. تعالى نخفي الارض من هنا خالص ونجرب كده نحرك. ايه ده الكيوب بيتزحلق.
لا الكيوب مش بيتزحلق، الكيوب بتاعنا مش على سطح الارض. لو جينا جبنا الجراوند بتاعتنا بص الكيوب نصه موجود تحت، فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا ناخد الكيوب ده ندوس على الايديت جي زد ندوس على الكنترول ونسحب حته صغيره لفوق كده لحد ما الكيوب بتاعي يبقى بقى لامس سطح الارض. لكن نخرج من الايديت مود، لو جينا بقى خفينا الجراوند بتاعتنا دي وجينا اتحركنا هتلاقيه بص ثابت معاك جدا وما بيتحركش وما فيهوش اي مشاكل خالص. اوكي طيب تعالى نعمل بقى الاعدادات اللي احنا كنا بنعملها كل مره بعد ما بنطلع من التراكنج. اول حاجه هنمسح الكوليكشنز دي، مش محتاجينها، مش محتاج اللايت ده في حاجه. عندي هنا في 2 لايرز ممكن امسح واحد منهم. همسك الكاميرا بتاعتي. عشان تمسك الكاميرا ممكن تمسكها من هنا او ممكن تيجي من بره خالص كده على الفريم كده من بره كده انت مسكت الكاميرا. ندخل على الكاميرا بتاعتنا زي ما اتفقنا ان احنا اول حاجه نتاكد ان السنسور فيت هنا يبقى هوريزونتال، لان انت لو بتستخدم فيرجن قبل 4.2 تقريبا بيعملها لك احيانا اوتو، فالاوتو بيبقى بايظ، لازم تبقى هوريزونتال خصوصا لو انت الفريم بتاعك بالطول زي ما احنا عاملين كده. بعد كده بنيجي هنا عند الباك جراوند بنختار الريندر اندستورتد دي بنشيلها. كان في حد برضو كان سالني على ليه احنا بنشيل ريندر اندستورتد دي. هو بلندر لما بيجي يعمل تراكنج بعد ما بتخلص خالص احنا بندوس على سيت اب سين تراكنج، فهو الفوتج بتاعتك لو فيها ديستورشن فيها سنه ميلان كده هو بيبدا يفرد لك الفريم دوت. يعني لو انت عندك الديستورشن ده اللي هو زي ما اتكلمنا قبل كده في اول حلقه ان العدسه اللي انت بتصور بيها بتبقى واسعه قوي فبتخلي لك الخطوط المستقيمه تبقى منحنيه، فاحنا بنقول له لا احنا ما تلعبش باي حاجه، ادينا الفوتج زي ما هي ريندر اندستورتد، لا خليها ريندر بالديستورشن بتاعها بكل حاجه عشان احنا نشتغل على هذا الوضع. بعد كده الاوباستي بنخليها 100% وبنتاكد طبعا ان احنا هنا الكالر مانجمنت بتاعتنا خليناها اي جي اكس لان احنا هنا هنشتغل على ال 3 دي مش هنشتغل في التراك. اوكي طيب الكيوب طبعا بتاعنا الايدج بتاعته بتبقى بايظه خالص فهنحط هنا موديفاير ايدج سبليت عشان تبقى كده. طبعا السين بتاعنا زي ما اتفقنا ان هو ايه ملوح لافف كده، فعايزين نعدله زي ما كنا بنعمل في كل مره. بقى هندوس من هنا شيفت ايه نحط امتي. تعالى نقسم الشاشه دي نصين عشان يبقى ده السي بتاعنا وده اللي احنا نتحكم فيه او نتحرك. هنخفي الجراوند بتاعتنا بس دلوقتي. هنيجي من هنا نمسك الامتي ونمسك الكاميرا وندوس كنترول سي عشان نجيب الكوبي اتريبيوتس. لو هي مش موجوده عندك زي ما اتكلمنا قبل كده انت بتيجي من هنا بريفرنسز وتيجي على جيت اكستنشن وتكتب كوبي اتريبيوتس من هنا وبتعمل لها انستول وبتبقى خلاص موجوده معاك. فهنيجي على الامتي وعلى الكاميرا تبقى اللي هي الهايلايت بتاعنا كنترول سي كوبي لوكيشن عشان الامتي يجي عند مكان الكاميرا. بعد كده كوبي روتيشن عشان ياخد نفس الزاويه او نفس الاتجاه الزاويه بتاعه الكاميرا. بعد كده هنروح جاي لاغيين السلكشن ونمسك الكاميرا وبعد كده نمسك الامتي نخليه هو الهايلايت وبعد كده ندوس كنترول بي فور بن عشان نخليه بيرنت، نخلي الكاميرا بقت بيرنت للكاميرا بقت تشايلد للامتي. فكده معنى كده ان انا لو جيت حركت الامتي ده في اي مكان كده او لفيته او عملت اي حاجه الكاميرا بتاعتي تتحرك من غير ما اثر على حركه الكاميرا نفسها في السين بتاعي. فتعالى هعدلها مثلا وليكن كده وبعد كده ادوس جي زد نجيبها هنا. عايز بس اخلي الخطوط بتاعتي تكون مستقيمه بقدر الامكان كده. جي زد مثلا وليكن هتبقى بالمنظر ده ار زد اعدلها شويه احاول اخلي الخطوط بتاعتي تكون متماثله مع الخطوط اللي في المشهد بتاعي ده. فبصوا من ايه حولناها بقت ايه، فتحس ان حتى الكيوب بقى واخد نفس البرسبكتيف او نفس الزاويه كده بتاعت المبنى اللي ورا ده. الاول بس انا الكيوب دوت انا حاسس ان هو ضخم قوي، يعني لو افترضنا ان الراجل ده متر و80 وده 2 متر فده كبير قوي. فممكن ارجع هنا عند الموشن تراكنج، يعني لو افترضنا ان دي كانت 1.5 لو احنا خليناها 2 متر اللي هو المسافه ما بين النقطتين دول والشباكين دول دوسنا سيت سكيل يعني اعتقد كده بقت منطقيه اكتر، بس مجرد تظبيط لشويه تفاصيل صغيره كده يعني كده منطقيه. لو افترضنا ان ده 180 وده 2 متر فكده منطقيه يعني. تفاصيل. اوكي خلينا بقى نبدا نعمل موديلنج للمبنى بتاعنا. ماشي هنبدا دلوقتي احنا عايزين نخلي الكيوب بتاعنا دوت يروح يبقى في نفس المكان بتاع المبنى اللي ورا ده. طيب عشان نعمل ده ازاي؟ عشان نعمل ده عايزين نخلي الكيوب يبقى وشه على نفس الوش بتاع المبنى اللي معانا هنا. فعشان نعمل دوت هنيجي من هنا على الاوفرلايز اللي هنا دي الجزء ده هندوس عليه هتلاقي في حاجه هنا اسمها موشن تراكنج. لما بتدوس عليها هو بيظهر لك التراكرز بتاعتك اللي كانت موجوده هنا في الموشن تراكنج، بيظهرهم لك بيجيبهم لك هنا في اللي اوت تبقى موجوده في المكان ده. كل اللي احنا هنعمله هنعمل ايه؟ هنمسك مثلا نقطه وليكن زي النقطه دي كده. النقطه دي احنا متاكدين ان هي على وش المبنى بتاعنا تمام. فهندوس عليها وبعد كده ندوس شيفت اس وندوس كورسر تو سيلكتد. كده انا خليت الكورسر بتاعتي من بدل ما كانت هنا في الورلد اوريجن راحت على التراكر دوت. كل اللي انا هعمله بقى ان انا هاجي هنا هاخد الكيوب بتاعي دوت جي واي واجيبه لحد هنا مثلا اتاكد انه الكيوب ده تحتها بالظبط كده
بعد كده تدوس اس زد وطلع الكيوب ده لحد ما يوصل للمستوى بتاع المبنى ده. تعالى نتاكد كده من الناحيه الثانيه جي واي ونتاكد ان هو بالظبط في نفس المكان بتاعه. نصغره شويه وتعالى نلعب بقى كده الفيديو نشوف الكيوب بتاعنا دوت هيتحرك او يتهز ولا لا. ايوه كده تمام جدا، كده احنا زي الفل. بص الكيوب بتاعي موجود في مكانه وكله تمام. كده نبدا بقى من هنا نيجي مرحله الموديلنج بتاعتنا. هنبدا ناخد الفيس ده نكبره شويه وليكن هيبقى لحد هنا. نجيب الفيس اللي هو الناحيه الثانيه ونعمل له جي اكس نجيبه لحد هنا. هنبدا بقى ناخد الايدج ده نعمل له اكسترود على محور الواي لحد ما يوصل لهنا. وكده ناخد الايدجز دي الاثنين دول نعمل لهم اكسترود على محور الاكس وليكن مثلا هيبقى لحد هنا. وبعد كده ناخد الايدج برده اللي ورا ده، الايدج ده معانا برده هنعمل له اكسترود على الاكس اي اكس. بعد كده بقى ناخد بقى كل الايدجز اللي انا عملت لها اكسترود دي نعمل لهم اكسترود زد لفوق وليكن هيبقى بالمنظر ده. بعد كده هنعمل اكسترود تاني وندوس اس نبدا نصغر الاكستروجن بتاعنا. بعد كده نعمل لهم اكسترود لفوق اكسترود على الزد وليكن لحد هنا كده. ونبدا بقى نظبط الفيسز لان المبنى ده المفروض ان هو لو طلع مستقيم هتلاقي الايدج بتاعه كده، بس هو تقريبا في عمود هنا او في حاجه يعني مبنيه، فاحنا خلينا ايه نعمل لها عمليه محاكاه. هناخد الفيسز دي كده ونعمل لها جي اكس نطلعها لبره شويه. وبعد كده اكسترود تاني لبره اكسترود على الاكس وناخد الايدجز دي كلها كده نعمل لها اكسترود على الواي لحد ما تيجي لحد هنا كده تقريبا. ناخد الايدجز دي كلها اي اكس لحد ما تيجي لحد هنا. وبعد كده برضو ناخد نفس كل اللوب كات ده اللي احنا عاملينه وهنعمل له اكسترود لفوق عشان نقفل الجزء اللي فوق ده شويه. ماشي عندي هنا بس في مشكله صغيره ان انا المفروض عندي في كيوب هنا او في هنا اللوب كات ده يكمل لفوق. فتعالى نظبط الجزئيه دي وبس مع شويه تظبيطات بقى يبقى ده شكل الموديل بتاعنا. تعالى بقى نبدا ندخل في المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعد كده بقى هنبدا نشوف الاسيتس اللي احنا هنستخدمها النهارده. طبعا بعد شويه تدوير كده دول الاسيتس اللي انا رسيت عليهم. تعالى نفتحهم كده مع بعض. دي الاسيت الاولانيه هي ساندوتش برجر. عجبني فيه بقى انه هو في انيميشن حلو قوي فيه، يبدا ان هو ينزل بص شرايح كده فوق بعض كانها برص كده وبتاع. فممكن ابقى احط لكم اللينك بتاعه لو حد حابب يستخدمه. ده اللينك ده الاسيت الاولى ودي الاسيت الثانيه برضو برجر كده وفي شرايح سلايس جبنه وفي هو ساندوتش يجوع انه للنظام الغذائي. ماشي انت كل الفكره انت تستنى بس التحميل ده يحمل. طبعا لازم تبقى عامل لوجن وبعد كده بتختار من هنا بقى بتنزل الصيغ اللي موجوده مثلا اللي انت هتستخدمها، او ممكن تنزل اللي هو برجر زد اي بي دوت من هنا. ده بيبقى فيه كل الصيغ اللي موجوده في كل التكتشرز وكل حاجه وتقدر تستخدمه زي ما احنا هنستخدم. نبص عليه كده على الحركه بتاعته. اوكي لما هتيجي تفتحه هتلاقي هنا كده في هتخش على موديفاير، تفتح اي واحد فيهم تخش على موديفاير. المفروض ان انت عندك هنا في فايل باس تعمل له ريلينك. لو هتلاقيه عندك مش معمول له ريلينك تعمل له ريلينك في الانيميشن اللي موجود هنا اللي هو ده. المفروض ان هو ده اخره خالص هتلاقي دوت اي بي سي. ماشي دوت لازم يتعمل اللينك للموضوع ده لان هو لو مش موجود الحركه بتاعه البرجرايه الحاجات دي مش هتلاقيها موجوده او مش هتحصل. فلازم تعمل كده وتختار الاليمبيك او الحركه بتاعه الحاجات دي عشان تاخد الايفكت اللي احنا شايفينه ده. ماشي تعالى بقى نرتب الحاجات بتاعتنا دي. هتبقى الجراوند تعالى نحطها في كوليكشن نسميه جراوند. عندنا ده المبنى هنسميه بيلدينج وهنحطه في كوليكشن ونسميه بيلدينج. والكاميرا هنحطها في كاميرا. نعمل سيف. فهنيجي بقى هنا نعمل ابند. تعالى بقى نلغي الموشن تراكرز خلاص احنا مش محتاجينها. ندوس هنا كده على الاوفرلايز ونلغي الموشن تراكرز. نيجي من هنا برضو نلغي الموشن تراك. هنيجي من هنا نعمل فايل ابند هنختار الاسيتس بتاعتنا. نيجي عند الداونلودز اسيتس برجر هتلاقي هنا في برجر انيميشن. نخش على الكوليكشن نختار البرجر بتاعتنا هتلاقي نزلت هنا. اوكي تعالى بقى نبدا نحطها في المكان بتاعها المظبوط. تعالى نخلي دوت هنا التظبيطات بقى لحد ما تبقى مثلا وليكن بالمنظر ده كده ويبقى ده الايفكت بتاعها اول ما تبدا تشتغل زي ما انتم شايفين. اوب تك 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 ساندوتش ايه. تعالى نبدا نظبط بقى اللايتنج بتاعنا. هنيجي ندخل هنا هنخلي ده طبعا يبقى سايكلز جي بي يو هنا اكسبيرمنتال. ننزل تحت شويه هنخلي دي الموشن. بص هنا الموشن بلور 101 هنخليه طبعا يبقى حاجه قليله خالص. ممكن يبقى نخليه نص دلوقتي ونشوف النتيجه. في الفيلم هنفعل الترانسبيرنت عشان يبقى الدنيا شفافه معانا بالشكل ده. وتعالوا نبدا بقى نحاكي الاضاءه بتاعتنا بتاعت المشهد زي ما اتعودنا. هنيجي من هنا هنعمل نخش على الشيدر اديتور ندخل على الورلد ونختار من هنا نحط انفايرمنت تكتشر جديده نوصلها هنا بالمنظر ده. طيب محتاجين هنا ايه؟ محتاجين اضاءه تبقى هارش شويه. الاضاءات بتاعتها تبقى هارش. انا دورت لحد ما لقيت
الاسيت اللي هتبقى مناسبه معايا اللي هي دي. تعالى اوريها لكم برضو. دي الانفايرمنت اللي انا جبتها، يعني الاضاءات فيها بصراحه حسيت ان هي ممكن تبقى اقرب ما يكون للمشهد اللي انا شغال فيه دلوقتي. تعالى نشغل تاني بقى الترانسبيرنت. تعالى بقى نظبط الاتجاه بتاع الاضاءه بتاعنا. طيب عشان نظبط اتجاه الاضاءه، اول حاجه احنا المبنى دوت احنا محتاجين بس ان هو يكون شادو كاتشر. فتعالى هنا كده في الفيزابيليتي واحنا واقفين على المبنى هنخليه شادو كاتشر عشان نشوف المبنى من تحتيه. اتجاه الاضاءه هنا جاي بالعكس في الاتش دي ار اي بتاعتي، فانا عايز اظبطها كنترول تي. وعايزين بقى نحط اتجاه الاضاءه يبقى مناسب قوي او قريب قوي ما يكون للمشهد الاساسي بتاعنا. طيب عشان نعملها بنعمل ايه؟ احنا زي ما اتفقنا احنا بنحاكي الاضاءه الاساسيه، فهنيجي من هنا كده نرجع الكورسور للاوريجن بتاعتنا الاساسيه، شيفت ايه، هنحط كيوب ونطلع الكيوب ده على سطح الارض زي ما عملنا من شويه، نصغره خالص وليكن هيبقى بالمنظر ده كده، ونجيبه جنبنا هنا جنب الولد ده مثلا وليكن هيبقى كده. خلاص المفروض ان هو الكيوب ده في نفس المكان بتاع الولد او قريب من نفس المكان بتاعه. خلاص الشادو بتاعه المفروض يبقى قريب من اتجاه الشادو دوت كده. فهنعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نلف الاول الاتش دي ار اي بتاعتنا نخليها تبقى بالمنظر ده، بس طبعا الشادو كده بقى طويل قوي، فهنبدا ان احنا نلفها وليكن كده اقرب ما يكون، يعني مش شرط يكون طبعا بالظبط بس اقرب ما يكون بالمنظر. فتيجي تبص هنا هتلاقي البرجر بتاعك بص راح منور من قدام من هنا، بدل ما لسعت الاضاءه كانت من ورا بقت دلوقتي من هنا. لو جيت ظهرت الكيوب بتاعك دوت او المبنى بتاعك هتلاقي بص الاضاءه بتاعته قريبه قوي 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 للاضاءه اللي كانت عليه. دي كلها حاجات بتساعدك ان انت تاخد او تسرق اتجاه وشكل الاضاءه من الشوت الاساسي للشوت اللي احنا شغالين عليه. طيب خلاص احنا كده الكيوب ده قضى دوره خلاص، ما بقيناش محتاجينه. هيبقى عندنا بقى نبدا ندخل في المراحل اللي بعد كده. حاجه بس صغيره عايزين نعملها قبل ما ننسى، عشان خاطر لو دخلنا هننسى في التفاصيل. الكيوب دوت المفروض ان هو هنا لونه ابيض والارض دي كمان لونها ابيض، فاحنا عايزين زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا بنديها ماتيريال او شكل التكتشر بتاع الانفايرمنت او شكل التكتشر بتاع البليت الاساسي. فهنيجي من هنا نحط ايمج سيكونس، نختار المكان اللي احنا عملنا فيه الاكسبورت من شويه بالشكل ده كده، اوتو ريفريش، ونوصل الكلر في البيس كلر، وهنعمل كلر مابينج كده ونحط ده في الويندو، والرفنس نعليه شويه. بص واخد بالك الاضاءه قفلت شويه على البرجر بدل ما كان منور قوي قفلت شويه كده. ممكن نيجي برضو عند الاميشن هنا نوصل الكلر في الاميشن ونديله بس اضاءه بسيطه عشان تبقى منوره معانا اضاءه بسيطه ماشي، ونسمي ده يبقى بروجيكشن، ونفعل نفس الماتيريال نحطه على المبنى بتاعنا يبقى بروجيكشن عشان يبقى بالشكل ده. فبص لو جينا بقى شلنا كده الفيزابيلتي من عليه هيبقى واخد تقريبا نفس شكل المبنى، فالريفليكشنز والاضاءات والشادوز تبقى قريبه قوي من بعض. اوكي معلش انا بلندر قفل فتح تاني. تعال نخش على المرحله اللي بعد كده. محتاجين بقى نجيب البطاطس بتاعتنا، فتعالى من على بلندر كيت مثلا ممكن هنا نكتب فرنش فرايز، وممكن ناخد بلاش ماكدونالدز مقاطعه، ممكن تعالى ناخد جولدن فرايز. دي هتلاقيها نزلت معاك هنا اهيت بالشكل ده. هنفعل على السكرين كاست تاني هتلاقيها نزلت معاك بالشكل ده. تعالى نكبرها يكون هتبقى كده جي واي جي اكس جي زد جي اكس، هنطلعها في المكان دوت عشان تبقى جنب البرجريه بتاعتنا بالظبط. طبعا هنا الفرنش فرايز كلها مع الكيس بتاعها هم كلهم في حته واحده، فتعالى نعلم كده عليهم ونعلم على الكيس ده الاول لوحده او على الباك دي لوحدها، كنترول ال كده عملنا سيلكشن عليها. هي هنعمل ندوس على حرف البي ونعمل سيبريت باي سيلكشن، فكده دوت بقى تعالى نسمي دي فرنش فرايز باك، يعني يبقى ده الكيس ودي الفرنش فرايز نفسها. تعالى برده نطلعها فوق شويه كده، وعايزين نقسمهم بقى لوحدهم، فهندوس على التاب من الكيبورد وندوس على حرف الاي بي اور بن، وهنا نعمل سيلكشن نعمل سيبريت باي لوزز بار، فهيطلع لك كل بطاطسايه من دول لوحدها تقدر ان انت تتحكم فيها براحتك. طيب عايزين نعمل بقى حركه لذيذه ان احنا نخلي البطاطس بتاعتنا دي تنزل برده من فوق هي كمان، وتبدا ان هي تنزل فين في البوكيت بتاعنا ده. طيب ممكن نعمل ده ازاي؟ تعال نحول دول تعال يعني نفهمها كده الاول نظريا. عشان نعمل الموضوع ده احنا عاوزين نحول البطاطس دي ان هي تبقى ريجيد بودي، ولما تبقى ريجيد بودي تبدا ان هي تنزل من فوق جوه الكيس ده كلهم، يعني ينزلوا ورا بعض كده تك 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 ينزلوا كده في القلب بتاع الكيس دوت. طيب عشان نعمل الموضوع ده احنا محتاجين نظبط كام حاجه. ان احنا اول حاجه نعمل الفرنش فرايز دي تبقى ريجيد بودي، نعمل الكيس دوت يبقى ريجيد بودي بس باسيف عشان خاطر يبقى هو اللي هيستقبل الحاجات ديت ماشي، ونخليهم وهم نازلين الى حد ما يخبطوا في بعض بس بشكل لذيذ. طيب تعالى نعمل دوت ونشوف المشاكل اللي ممكن تقابلنا ايه. تعالى نرفع الفرنش فرايزز دي كلها فوق كده مثلا، وليكن هتبقى هنا مثلا. تعالى نفترض ان هي تبقى هنا ماشي، ونبدا نمسك اول واحد وليكن مثلا هيبقى ده، ونخش هنا على الفيزيكس هتلاقي فيه تقريبا سيميوليشن موجوده، ممكن نبقى نعمل لها ديليت مش مشكله، او تعمل لها من هنا ابلاي عشان نخفيها ماشي. هنمسكهم كلهم ونعمل من هنا ابلاي عليهم كلهم عشان يختفي. هنمسك اول واحد دوت معانا، نخش على الفيزيكس ونيجي على
ريجيد بودي، هندوس نخليه ريجيد بودي، عايزينه هو اكتف عشان هو اللي هينزل. الشيب بتاعه هيبقى كونفكس هال، مفيش مشكله، تمام كله تمام. وادي الكيس بتاعنا على برضه عليه في موديفاير عليه اوتو سموث، فهنعمل له ابلاي. هنيجي هنا نخلي ده يبقى ريجيد بودي، بس ده عايزينه بقى يبقى باسيف، وزي ما اتفقنا عشان الحاجه تخش جواها هنخليها مش وانيميتد عشان هو مفتوح. ماشي، وتعالى نجرب كده نخفي بس الاول البرجر بتاعي عشان ما يحملش معانا كتير. وتعالى نرجع ورا خالص كده ونبدا ندوس بلاي. هوب، هتلاقي البطاطسايه وقعت، بس بص لو خدت بالك ايه اللي حصل، البطاطسايه وقعت بره تقريبا، يعني نزلت وبعد ما نزلت فراحت عامله الحركه الغريبه دي وراحت واقعه بره. طيب في شويه حاجات زي ما اتفقنا لازم نراعيها في الريجيد بودي. اول حاجه الكيس ده الاوريجن بتاعته فين؟ تحت، لا احنا عايزينها تبقى في النص، يبقى سيت اوريجن تو جيومتري، الاوريجن بتاعتك لازم تبقى في النص، دي اول حاجه. ثاني حاجه السكيل، بصوا هنا السكيل كام، اتفقنا ان احنا لازم نعمل ابلاي للسكيل قبل اي حاجه ليها علاقه بالفيزيكس، لازم نيجي هنا ندوس كنترول ايه نعمل ابلاي للسكيل. طيب تعالى نفس الكلام برده البطاطسايه بتاعتنا اللي معانا، بص الاوريجن بتاعتها فين وبص السكيل بتاعها كام، فلازم نيجي من هنا نقول له سيت اوريجن وهنا نعمل له ابلاي للسكيل ونجرب تاني ونشوف. اهو البطاطسايه بتاعتي نزلت زي الفل، هي وقفت معايا. اوكي طيب عايزين نعمل نفس الكلام بقى في كل البطاطس اللي معانا دي، فهنيجي من هنا نعلم على اول واحد وبعد كده نختارهم كلهم، ونيجي من هنا هنختار اوبجكت وتحت خالص ريجيد بودي كوبي فروم اكتف. بس طبعا كل الريجيد بودي دول او كل البطاطس دي الاوريجن بتاعتها لسه ما اتظبطتش والسكيل بتاعها لسه ما اتعملش، فعليهم كلهم هم واقفين كده هدوس من هنا اوريجن تو سنتر اوف ماس، عشان زي ما اتفقنا لو معانا كميه حاجات كتير متحدده وعايزين نعمل لهم كلهم نخلي الاوريجن في النص، فبنختارها من هنا. ماشي، وبعد كده بنعمل كنترول ايه ابلاي للسكيل، فبتلاقي كله اتعمل له ابلاي للسكيل. تعالى نعمل سيف قبل ما نعمل بلاي ونجرب كده نشوف مع بعض، هتلاقيهم هوب كلهم راحوا خابطين بعض ونزلوا بره الكيس بتاعي. ما هو مش ده الايفكت اللي انا عايزه، انا زي ما اتفقنا قلنا عايز ايه، عايز البطاطس دي كلها تنزل تحت خالص. طيب تعالى نعمل حاجه كمان، هنمسك اول واحد هنخش هنا كده عند الفيزكس تاني، هنيجي هنا عند السنسيتيفيتي والكوليجن مارجن. الكوليجن مارجن اللي هو على بعد او على مسافه قد ايه البطاطس دي تبدا ان هي تخبط في بعض، فهتلاقي هنا معموله بالرقم دوت. لا تعالى هنعمل لها نعلم هنا كده ونخليها ان هي دي تبقى 0.01. ماشي، ونعلم عليها وناخد كل البطاطس بتاعتنا تاني، وطبعا الاولاني اللي احنا عدلنا فيه ده يبقى اكتف، ونيجي من هنا نقول له كوبي او اوبجكت ريجيد بودي كوبي فروم اكتف، فكده التعديل بتاعي اللي انا عملته راح متاثر عليهم كلهم تاني. تعال نرجع ورا كده ونعمل بلاي، برضه نفس الكلام بيخبطوا في بعض كلهم. طب ليه بيخبطوا في بعض كلهم؟ لان هم اصلا اوريدي لازقين في بعض، بصوا شايفين هم لازقين في بعض ازاي، هم ملزقين في بعض. فممكن اجي اعمل ايه، ممكن اعمل حركه بقى صايعه، الحركه دي هتعجبكم. بص هناخد من الكيس ده كوبكي وهو في نفس المكان بتاعه، مش هنحركه ولا هنعمل اي حاجه، اصبح ان احنا كده عندنا ايه كيسين في نفس المكان. هنعمل كده وناخد الايدج اللي فوق دوت في الكيس الاولاني، تعال نخفي الكيس اللي تحت دوت، هناخد الايدج ده كله كده ونعمل سكيل نكبره على محور الزد بالشكل ده، ونيجي في الاخر خالص كده نروح موسعينه شويه كاننا وسعنا الكيس ده لفوق شويه. ماشي طيب ده هنستفيد منه في ايه بقى، ده هنستفيد منه ان هو نخليه هو اللي ريجيد بودي وباسيف، اللي هو هيستقبل البطاطس دي، فلما هتيجي تلعب هتلاقي البطاطس دي مش هتعرف تتحرك براه، لازم تنزل جواه، صح كده؟ طيب تعالى نخفي بس، تعالى نظهر الاساسي بتاعنا دوت، نشيل من عليه الريجيد بودي خالص، ويبقى ده اللي هو الكيس الاساسي ده هنسميه باك سبيس ريجيد بودي. ماشي طيب لو انا جيت لعبت دلوقتي انا مش هشوف الدنيا، تعالى نعمل هنا كده نفعل الفيو ستابيليتي، بص البطاطس بتاعتي راحت عامله ازاي، راحت كلها هوب نازله ومكولايده مع بعض. طيب عشان نخفي ده بقى خالص من الكاميرا، مش عايزين ده يظهر معانا، ده عايزينه بس في الايفكت بتاعنا خالص، في الايفكت بتاعنا بس، هنيجي من هنا من الري فيزابيليتي هنروح خافينه من كل الحاجات دي بالشكل ده. تعالى نرجع ورا خالص بقى كده ونخش على الريجيد بودي ونعمل بيك للسين بتاعنا او المشهد بتاعنا، خلينا لحد 319 بس، فنقول له لحد 319 وهنعمل سيف الاول بعد كده نعمل بيك. كده هو بيعمل بيك لكل السيميوليشن بتاع البطاطس اللي نازله دي عشان كلها تنزل كانهم بينزلوا كده وبيتجمعوا كلهم في حته كده. البيك بتاعنا خلص، تعالى بقى نبدا نبص عليه كده، بصوا هنبدا نلعب. تعالى نشيل الريندر ودوت في الفيو بورت هنخليه عشان نشوف منه. نيجي من هنا من الفيو بورت، من الفيو بورت ديسبلاي من هنا هنخليه بس يبقى باونس. ماشي وتعالى نعمل بلاي، شوف كده اهو البطاطس بتاعتك كلها نزلت بالشكل ده. حلو الكلام. طبعا بقى احنا مش هنخليها طبعا نازله من هنا، احنا هنخليها نازله من فوق اكتر. ماشي فهناخد كل البطاطس بتاعتنا دي ونبدا نطلع بيها لفوق قوي كده عشان يبقى مخفيه في اول الفريم. تعالى نرجع الفيزابيليتي تاني بتاع الكون دوت، نرجعها كده ونعمل لها جي زد وليكن هتبقى كده، نوسع المساحه بتاعتها وهي نازله عشان حتى لو هم هيخبطوا مع بعض. وما ننساش اهم حاجه ان احنا نخلي الاوريجن بتاع الاوبجكت دوت يبقى في النص، اوريجن تو جيومتري، عشان يبقى الفيزيكس او حركه الفيزيكس فيه
سليمه، وممكن برده نديها شويه سب ديفيجن هنا كده، لانه احيانا الحاجات دي بتعمل بجات. ماشي، وطبعا احنا عاملين ابلاي للسكيل بتاعنا، هنيجي نرجع دوت تاني كده يبقى باونس، وهنعمل تاني بيك للسيميوليشن. هنيجي برده عند السين هنا وهنمسح البيك، نعمل ديليت اول بيكس من هنا، ونعمل بيك اول دايناميك تاني. طبعا لازم بس نعمل سيف الاول عشان انا بخاف من الكراش، وهنعمل بيك اول دايناميك. طيب البيك بتاعي خلص، تعال نبص على الحركه بتاعته بقى كده بقت عامله ازاي. بص هوب، انهم بيخبطوا بعد كده بيرجعوا يتجمعوا تقريبا كلهم في حته واحده، بس طبعا بحكم بقى ان هم كتير يعني في حاجات بتقف فوق كده، فممكن نعمل ايه؟ ممكن بقى نبقى نمسح احنا الحاجات دي، يعني مثلا البطاطسايه دي والبطاطسايه دي نبقى نمسحهم. طبعا انت لو مسحتهم دوت مش هيعدل طبعا اللي موجود دلوقتي، لان هي خلاص هي اتبيكت الحركه. فعشان تعدلهم لازم يعني تمسح كده بس بطاطسايه او اتنين كده، وتبدا تعمل ديليت اول بيك، وتعمل بيك من اول وجديد، وتبدا تتابع بقى وتشوف ايه اللي ممكن يكون عامل مشكله، وتبدا البروسيس كلها او يعني تبدا تعمل بيك وترجع تجرب تاني، تعمل بيك وترجع تجرب تاني. فخلينا كده انا مسحت البطاطسايه ديت ونبدا نعمل بيك ونشوف تاني. طيب يعني بعد عناء طويل بقى قعدت اجرب كذا مره برضه مش راضي تظبط معايا، واضح ان البطاطس كلها لما تيجي تنزل بتتحشر. فاحنا ممكن نعمل حاجه حلوه. ممكن نعمل ايه بقى؟ احنا يعني نغير في الاماكن بتاعه البطاطس دي من الارتفاعات بتاعتها عشان ما تخبطش ببعض وهي نازله. وهبدا بقى ايه، اطلع البطاطس دي كده ايه واحده واحده كده، دي تطلع دي تنزل، دي تطلع دي تنزل، عشان بس احاول ان انا افرقهم عن بعض، لان واضح ان هم بيخبطوا في بعض جامد. اوكي، تعالى نتاكد بقى ان احنا الكون بتاعنا دوت مغطيهم كلهم. يعني تمام. وتعالى بقى نبدا نعمل بيك للسيميوليشن تاني كده ونشوف. طيب على بال ما يخلص تعالى نعمل الديزاين بتاع البانر اللي احنا هنحطه على البانر. فيعني مثلا الصوره دي حلوه بس مش عاجبني الكلام الانجليزي دوت، فتعالى مثلا هنخليه هو مطعم برجر. فتعالى نختار مثلا سلوجان. فانا دخلت على شات جي بي تي قلت له اديني سلوجان لمطعم برجر بالعربي، واحنا نختار. اداني شويه الامثله دي، فيعني بما اني ماشي على نظام غذائي في الموضوع متعب بالنسبه لي، فقلت له اديني حاجات يكون ليها علاقه بالنظام الغذائي. اداني حاجات حلوه قوي. انا ممكن اختار مثلا، يعني عاجبني الاول ده الدايت بيقول لك لا بس قلبك بيقول لك فاخدها كده كوبي. تعالى نمسح الكلام ده كله كده، وده يبقى شكل البانر بتاعنا بعد ما خلصناه. ماشي، يا رب الكابتن بتاعي ما يشوف الفيديو ده. وده يبقى شكل البيكنج بتاعنا بعد ما خلص برضو. ممكن بقى انت تجرب مع نفسك بقى، انا متاكد ان كل واحد فينا هيجرب هيطلع حاجه مختلفه. هنعمل سيف بس الاول ونخش بقى للجزئيه اللي بعدها، الا وهي البالون اللي احنا عايزينه يبقى شايل البانر. هنفتح فايل جديد ونمسح كل حاجه فيه، وده البالون بتاعنا هنبص عليه كده سريعا. ماشي، ده كده شكل البالون بتاعنا اللي احنا هنستخدمه. محتاجين بقى نعمل ايه؟ محتاجين ان هو يكون متعلق فيه بانر، والبانر دوت هيبدا ان هو يكون ملفوف، واول ما يبدا ان هو يخش معانا المشهد يبدا ان هو يتفرد. اول حاجه هنعملها ان احنا محتاجين نعمل البانر. كنا عملناه في فيديو قبل كده، بس تعالى خليكم تعملوه تاني معايا، ولا اعمله ولا اقول لكم ارجعوا شوفوه. لا تعالى نعمله تاني. ماشي، اول حاجه هنعمل سبايرال. هنحط من هنا كيرف. طبعا الكيرفز هنا مش باينه، او الاكسترا كيرف مش باينه، فهنيجي من هنا من اديت بريفرنسز، نيجي هنا عند جيت اكستنشن ونكتب هنا اكسترا. هتلاقي هنا في حاجه اسمها اكسترا كيرف اوبجكت، هنعمل لها انستول. بعد كده نعمل سيف ونخرج شيفت ايه. هنيجي هنا عند الكيرفز، هتلاقي فتح لك حاجات كتير. هننزل تحت هنا عند السبايرلز، هنختار الاركيميديان. ماشي، هتلاقي هنا في كده، هتلاقي هنا في حاجه كده فتحت او ظهرت معانا هنا. كل اللي احنا محتاجينه ان هنا، كل اللي احنا محتاجين نعمله من هنا هي التيرنز. هنزود التيرنز بتاعتنا دي نخليها 6 لفات، والجروس بتاعتنا هنخليها 0.1، ودي هنخليها 0.1 اللي هو الراديوس بتاع الراديوس كروس والراديوس العاديه. خلاص كده احنا عملنا الحلزونه اللي احنا محتاجينها. ماشي، هنخرج بره خالص. تعالى بقى نبدا نحط البانر الجميل اللي احنا عملناه دلوقتي. فهنخش من هنا ايمج مش بلين، وادي البانر بتاعنا، سواء طبعا صغنن فهنكبره شويه، هنكبره مثلا كده وهنلفه بحيث يبقى شكله بالمنظر ده. وهنلف كمان السبايرال بتاعتنا. تعالى نلفها كده. عايزين الطرف بتاعها يبقى هو اللي فوق. تعالى نخفي كده البانر دوت. عايزين الطرف ده يبقى هو اللي فوق، لان هي بتتفرد من تحت لفوق. فهندوس ار اكس 180 بالمنظر ده، وادي البانر بتاعنا. طبعا البانر ما فيهوش اي سب ديفيجن خالص، فهنبدا نديله سب ديفيجن كتير كده. لكن ايه، مش نديله حبه حلوين. نعمل طبعا ابلاي للسكيل بتاعنا، وهنيجي من هنا هنعمل ابلاي او نعمل اد موديفاير. نحط من هنا كيرف، وهنختار السبايرال بتاعتنا دي تبقى هي الكيرف بتاعنا. فهتلاقي اوتوماتيك البانر يعتبر اتلف كده حوالين السبايرال دي. طيب عشان نظبطه ويبقى مظبوط، هندوس جي زد، وهنبدا ان احنا نلف البانر بتاعنا على الحلزونه دي لحد ما يبقى بالمنظر ده. طبعا الراديوس هنا دي واسعه قوي، فممكن ان احنا نضيقها شويه وليكن كده. تعال نشوف. اهم حاجه بس البانر ما يبقاش بيخش جوه بعض. تعال نطلع بره الريندر دي. ولو هو بايظ معاك كده ممكن تعمل شيد سموث، ممكن كمان تديله سب ديفيجن تاني يعني يبقى ناعم. ماشي، لحد ما يبقى بالمنظر ده. طيب انا عايز البانر بتاعي يبقى مفروض لفوق، يبقى الحته دي مفروض لفوق. فهمسك السبايرال بتاعتي وهاجي هنا همسك النقطه اللي فوق دي، هاجي هنا افعل البروبورشنال اديتنج واخليها كونكتد اونلي، هي اللي تشتغل معايا. وهبدا ان انا الف النقط بتاعتي دي، او النقطه اللي فوق دي بالذات، بس اصغر دي شويه كده عشان يبقى ايه التاثير بتاعي على النقطه دي بس. ار واي الفها كده لحد ما اخلي البانر بتاعي يبقى الى حد ما
المفروض كده نبعد النقط دي بس عن بعض، يعني وليكن مثلا هيبقى حاجه بالمنظر ده ماشي. فكده ادي البانر بتاعي اهو. خلي بالك الاكسس او الديفورم اكسس دوت هنا مهم قوي. لو هو عندك ممكن يكون مختلف زي غير عندي، لو التاثير عندك مختلف غير التاثير عندي فتاكد ان انت الديفورم بتاعك اهو. انا شغال بص على الاكسس الاكس كده والواي كده. لو انت شغال العكس، لو انت شغال ان الواي هو اللي مكان الاكس، تاكد ان انت تغير دوت مثلا هنا كده للواي، لان كل واحد من دول بيدي تاثير مختلف. فامشي معايا الخطوات اللي انا عاملها بالملي. طيب بعد ما خلصنا الحاجه دي هنبدا بقى نحط امتي جديد وليكن هيبقى كده، وهناخد البانر والسبايرل الاثنين دول نخليهم بيرنت، نخليهم تشايلد للامتي، نخلي الامتي هو اخر واحد متحدد وندوس كنترول بي وسيت بيرنت تو اوبجكت. فكده معانا ادي الامتي بتاع البانر، اقدر ان انا احركه براحتي. بعد كده عندي ايه تاني؟ المنطاد بتاعي خلاص. فممكن اجيب المنطاد ده هنا شيفت اس سيلكشن تو كورسر، ارفعه فوق شويه واجيبه هنا كده وليكن مثلا هيبقى كده. طيب عايز اخلي بقى البانر دوت يتفرد، ياخد بقى النزول بتاعه اللي هو الطبيعي ده. هاجي على البانر بتاعي دوت وهختار من هنا، اخش على الفيزيكس، اختار اخليه كلوس عشان يبقى بانر. وهنيجي تحت هنا محتاجين طبعا نديله البينز بتاعته او الحتت اللي هتمسكه اللي هيبقى ممسوك منها. فهاجي من هنا اخش على الايديت مود ونيجي عند الطرف بتاعه اللي هو النقطه دي والنقطه دي، نزود مثلا النقطه دي كمان او الفيرتسز ده وده كمان. نيجي هنا بقى عند الداتا ونحط في الفيرتكس جروب نحط واحد جديد ونسميه بين جروب، وما ننساش ان احنا لازم ندوس اساين. بعد كده هنيجي تحت خالص عند البانر بتاعنا بعد ما خرجنا من الايديت مود، نخش على الفيزيكس، ننزل تحت عند الشيب، نختار البين جروب بتاعنا وتعالى ندوس بلاي ونشوف ايه اللي هيحصل. هوب هتلاقي البانر بتاعك بدأ ان هو يتفرد. اوكي حلو قوي الكلام. طيب بس لو واخد بالك طبعا ان هو بيخبط في بعضه وهو نازل، فزي ما اتفقنا حل زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديو اللي فات، حل المشكله دي ان انت بتيجي تحت هنا كده عند الكوليجن وبتعمل حاجه اسمها سيلف كوليجن عشان يبدا ان هو يخبط في بعضه وهو نازل، فيبدا يحصل له عمليه الفرد ان هو بيتفرد كده ما بيخشش في بعض ماشي. وطبعا ممكن نزود في الكوليجن هنا الستبس بتاعتنا شويه عشان يبقى فيها دقه اكتر وبعد كده هنعمل له بيك. طيب لو احنا دلوقتي بقى عايزين نحرك المنطاد دوت ويكون شايل البانر دوت وهو ماشي، فهنعمل ايه؟ هنحط امتي جديده، خلينا نسمي ده امتي فور بانر ماشي. وهنحط هنا امتي جديده كده، تعالى نطلعها فوق مثلا نكبرها شويه وليكن هتبقى بالمنظر ده، وليكن هتبقى هنا كده مثلا، وهنسميها امتي فور اول. خلاص هنخلي بقى البالون بتاعنا والامتي التاني كلهم تشايلد للامتي الاساسي دوت، يعني نخلي الامتي الاخير دوت هو الهايلايت وندوس كنترول بي وادي الاوبجكت بيرنت باي. خلاص كده كلهم بقوا في حته واحده، فلو جيت حركت هتلاقيهم كلهم بيتحركوا. طب تعالى نجرب كده مع بعض. تعالى ندي دوت مثلا كي فريم هنا، نوقفه هنا وعند فريم 110 هخليه مثلا يتحرك لحد هنا حرف الكي. ندي كده عملنا كي فريم هنا وكي فريم هنا. تعالى نرجع ورا بقى خالص كده وندوس بلاي ونشوف ايه اللي هيحصل. بص هوب تلاقي البانر بتاعك بدا ان هو يتحرك مع البالون اللي ماشي دوت. بس طبعا بيبقى محتاج بقى ان هو يعني بص القوه بتاعت الدفع بتشد البانر كله فبتخليه ان هو ما يتفردش بشكل كويس. ده رقم واحد. رقم اتنين البانر بتاعي انا محتاج اخليه يبقى مربوط بحاجه كده في البالون اللي طاير ده. طيب عشان نحل المشكله دي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب الروب ده كده مثلا او الحبل ده كده، ده حبل انا كنت منزله من على بلندر كيت. من هنا ممكن تيجي تكتب هنا كده روب وتنزله تستخدمه، يعني هتلاقي في حاجات كتير ممكن تقدر انت تستخدمها ماشي. بس ده يعني كان انسب حاجه انا لقيتها. ممكن نيجي هنا كده ونحطه في المكان بتاعه الطبيعي اللي احنا محتاجين يكون فيه، وليكن مثلا عايزه يبقى ظاهر هنا عند الجزء اللي احنا عاملينه بين جروب ماشي، ونخليه داخل جوه البالون بتاعنا بالشكل ده. هنظبطها بقى كده. احنا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين الجزء اللي تحت ده يبقى هو ثابت والجزء اللي فوق ده كمان ثابت صح كده. فهنعمل ايه؟ هنيجي عند الايديت مود بتاعه ونروح جايين داخلين على الفيو بورت، نيجي على الواير فريم ونخش على الاكس راي نخليهم الاثنين فعالين، وهنجيب كده من الفرونت او من الجنب مش هتفرق، نعلم على الجزء ده ونعلم على الجزء ده، الاجزاء اللي هي اللي جوه البالون نفسه لان هو ده اللي هيبقى ممسوك. خلاص كده. وهنيجي تحت هنا خالص عند الفيرتكس جروب ونروح عاملين فيرتكس جروب نسميها بين جروب، نعمل له اساين. وهنيجي هنا هنحول ده بقى الحبل بتاعنا دوت هنحوله ل كلوس سيميليشن. هنيجي تحت خالص كده ونروح جايين عاملين في الشيب، هنروح جايين حاطين بين جروب. فكده اصبح دوت هيبقى قماش معايا. لو جينا جربنا السيميوليشن ودوسنا بلاي هتلاقي بص ايه اللي حصل. ايه ده؟ في مشكله دلوقتي حصلت معايا الا وهي انه الامتي بيتحرك والروب دوت لسه ما بيتحركش. فهنيجي من هنا كده هنروح جايين عاملينه في الامتي، هنروح عاملينه بيرنت لي خلوا جوه الامتي كنترول بي كده، وتعالى نعمل سبيس ونشوف الحركه هتبقى عامله ازاي. فزي ما انتم شايفين بصوا بدا كانه باين ان هو ماسك البانر بتاعه. طيب ممكن نعمل ايه بقى؟ ناخد منه كوبي شيفت دي جي واي ونجيبه مثلا وليكن هيبقى هنا عشان يبقى ماسك الحبل بتاعي او ماسك البانر بتاعي من الناحيه الثانيه ماشي. تعالى نطلع البالون ده قدام شويه عشان يبقى هو ممسوك من الظهر بتاعه، يعني وليكن
هيبقى بالمنظر ده. اوكي كده ادي معانا امتي اهو، واحد بص ماسك كل الحاجات بتاعتنا خلاص. وتعالى نعمل بيك للسيميوليشن كده ونشوف الحركه هتبقى عامله ازاي. تعالى نكتفي بهذا القدر كده ونشوف كده بقى السيميوليشن بتاعنا بقى عامل ازاي. بص هوبا تلاقي ادي البانر بتاعنا بينزل وهو بيتحرك معانا. طيب عشان نعالج بقى مشكله ان هو مش مفروض كده، هنروح عاملين ايه؟ عايزين حاجه تزق البانر ده لتحت. ايه الحاجات اللي بتزق معانا القماش؟ برافو عليكم، الهواء. هنروح حاطين ويند، نروح عاكسين الاتجاه بتاعه نخليه يبقى باصص لتحت كده ماشي، مكبرينه ونروح جايين مدينه في القوه بتاعته ان هو يبقى 100. اوكي وتعالى نجرب تاني كده نشوف هيبقى عامل ازاي. نمسح البيك بتاعنا ونبيك تاني. تعالى نكتفي بالقدر ده ونشوف كده الايفكت بتاعنا بقى عامل ازاي. بص نسينا نعمل حاجه مهمه قوي، الا وهي ايه؟ احنا نخلي الهواء دوت او نخلي الويند دوت يبقى برده مربوط بالامتي. فهنيجي هنا ونروح جايين معلمين على الويند، وبعد كده الامتي نخليه هو الهايلايت، كنترول بي ونعمله بيرنت لي ونجرب تاني مع بعض. ممكن بقى نقدر ان احنا نسيف الفايل ده ونسميه بالون ويز بانر ماشي، نحطه في الاسيتس بتاعتنا هنا كده بالون ويز بانر 301. اوكي ونبدا ان احنا نيجي في الفايل الاساسي بتاعنا عشان ننقل بقى اللي احنا عملناه دوت. هنا هنيجي هنا ونعمل فايل بند، نختار المكان اللي احنا عملنا فيه السيف للاسيت اللي هو ادي بالون وز بانر كولكشن، نختار الكولكشن بتاعنا. فادي البالون اهوت. طبعا هنمسح بقى الكي فريم اللي احنا كنا عاملينها بتاعت التجربه دي، وهنبدا نحط بقى المكان بتاعه زي ما احنا عاوزين في المشهد ان هو يبان. مثلا ممكن نخليه يجي من اول هنا كده، هنكبره شويه وليكن هيبقى كده، وهيجي من اول هنا مثلا. طبعا هيبقى عندنا في نعمل ماسك للحته ديت، بس دي هنبقى نعملها في الكومبوستنج بقى ماشي. وهنحط له هنا مثلا كي فريم، وهنحط له مثلا كي فريم، فادي كي فريم في اللوكيشن وكي فريم في الروتيشن. ومثلا هنيجي عند فريم تعالوا نقول 100 او تعالى عند فريم 200 هنقول ان هو بقى على نظهر الهاندلز بتاعتنا مثلا عشان نتحرك من خلالها، ونخلي هنا ديت تبقى لوكال عشان يبقى الحركه الاتجاه ده، وليكن مثلا هتبقى جت لحد هنا كده. ونشوف الحركه اللي احنا عملناها ديت، نحط طبعا كي فريم هنا وكي فريم هنا، ونشوف ايه اللي احنا عملناه دوت هيبقى شكله عامل ازاي. تعالى نعمل بقى بيك للسيميوليشن. هنيجي هنا بقى عند البانر بتاعنا وهنيجي عند الكاش. طبعا احنا عندنا هنا في 319 فريم، ودول هنا في الكاش 250 بس، فلازم نغير دي نخليها 319. وما تنسوش ان احنا كمان عندنا الحبال هي كمان لازم تتغير تبقى 319، لان الريجيد بودي بيتظبط كله من هنا، ممكن نظبطه كله من هنا، اما البانر لازم بكل فايل لوحده او كل اوبجكت لوحده. خلاص فتعالى هاجي هنا كده وهمسح وهعمل بيك واوريكم بعد البيك هيبقى عامل ازاي. طيب انا وقفت السيميوليشن كده في النص عشان اشوف الحركه بتاعتي عامله ازاي. لقيت ان هو ادي الحركه بتاعت البانر، بس طبعا البانر والبالون صغننين قوي. ده ليه؟ عشان انا حطيتهم لما جيت حطيتهم هنا في الورك سبيس بتاعي. بص هم بعاد قوي، فلما هتيجي تشغل البريفيو بص هتلاقيه بعيد قوي. طيب لو انت بقى عاوزه يبان ان هو كبير، عندك حل من اتنين. طبعا البرجر بتاعنا المفروض ان هو هنا بس احنا خافيين، فاحنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ محتاجين ان احنا نقرب البالون ده اكتر. تعالى نمسح الكي فريمز اللي احنا عملناها دي، نيجي هنا كده نقرب بقى البالون دوت ننزله هنا، نجيبه مثلا وليكن هيبقى قريب من المبنى بتاعنا ده، وليكن هيبقى بص من هنا، وليكن هيبقى كده. يبقى دي بدايه المشهد بتاعنا. نخليها هنا كده. انا عايز البالون بصراحه ما يبقاش باين من الاول، ممكن اخليه يبقى مخفي كده ورا الجزء دوت مثلا، ونديله هنا كده. ايه ده انا مقطوع من فوق كده ليه؟ طيب ممكن نديله كي فريم من هنا كده، كي فريم في الروتيشن، ونيجي وليكن عند فريم 200 زي ما اتفقنا، نخليه بقى خلاص بدأ يدخل معانا في المشهد البالون، وينزل البانر بتاعه وليكن يبقى حتى عشان يبقى ممكن نديله الروتيشن بتاعه شويه كده، نرجعه ورا شويه، نحط هنا كي فريم تاني، ونعمل بيك للسيميوليشن ونشوف هيبقى عامل ازاي. طبعا لو انت بقى الجهاز مثلا عندك ممكن يضايقك شويه في حته البيك والسيميوليشن وكده، والجهاز ممكن يكون مش مستحمل شويه عندك الجزئيه دي. ممكن تعرف بقى ان انت تتحايل عليه بان انت ممكن نلغي الحته بتاعت السيلف كوليجن بتاعت البانر نفسه، ان هو ما يبقاش بيخبط في نفسه، فده هيقلل معاك شويه. ممكن اصلا تشيل فكره البانر نفسها ان هو يكون بيتحرك او كده، تخليه بس على المبنى. انا بس بوري لك بروسيس كده ان احنا لو هنعمل بروجكت كبير ايه اللي المفروض بيحصل جوه البروجكت الكبير. السيميوليشن بياخد وقت كبير وبيحتاج ان انت تقعد تنهانس فيه كل شويه. انتوا واخدين بالكم انا بجرب كذا مره لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا محتاجها، فعادي جدا خد وقتك خالص وجرب وطلع النتائج اللي انت محتاجها. لما تجرب وتغلط هو ده اللي هيخليك تتعلم. اما لو انت فضلت تتفرج بس على الموضوع او انا اديتك ستيبس تمشي وراها في كل حاجه كده، انت عمرك ما هتتعلم. فانا عايزك تجرب بايدك وتغلط وتتعلم وتغلط وتتعلم وتغلط وتتعلم وهكذا. وادي كده السيميوليشن بتاعنا اهو خلص. تعالى بقى نبدا نبص عليه
عليه كده تلاقي بص البانر بتاعنا بدأ ان هو ينزل اهو بقى موجود. طبعا في شويه حاجات بقى عايزين هنظبطها، هنحتاج ان احنا نظبطها مع بعض كده شويه. البانر طبعا الحركه بتاعته عنيفه قوي بسبب الويند اللي احنا حاطينها اللي هو الهواء اللي احنا حاطينه، فدي ممكن نقلل الويند بتاعنا شويه. القوه بتاعته انا كنت عاملها مثلا 5000، ممكن نعملها 1000 بس ونبدا نعيد السيميوليشن تاني ماشي. فكره الفرد بتاع البانر نفسه هي مش باينه عشان هو جاي من ورا العماره، فانا ممكن ارجعها شويه هنا كده البالون نفسه كله واطلعه فوق شويه، عشان انا بس عايز يبان حته ان احنا بنفرد البانر بتاعنا مش مجرد ان هو جاي مفروض على طول. فممكن نحط الكي فريم بتاعنا هنا، نلغي بقى الكي فريم التاني دوت، نيجي عند فريم 200 وهنبدا ان احنا نحرك البانر بتاعنا او نحرك البالون كله بقى بتاعنا ونجيبه هنا كده ونحط الكي فريم تاني وتعالى نعمل بيك للسيميوليشن تاني. عايز اقول لكم حاجه برضو بالمناسبه، انت لما تيجي تلغي البيك وتيجي تعمله من اول وجديد كل الحاجات او كل السيميوليشنز اللي في المشهد بتاعتك بتعمل لها بيك من اول وجديد. فحتى البطاطس بص كمان هي كمان بتعمل لها بيك من اول وجديد، عشان بس انا واخد بالي ان هم هنا عملوا يعني في مشكله كده شويه ان الحاجات دي كلها نزلت بسرعه قوي. انت ممكن تقلل السبيد بتاعها ان انت تيجي من هنا عند الريجيد بودي وتقلل السبيد ده تخليه مثلا 0.7 وتعالى نعلي الاتريشن بتاعتنا شويه، دي نخليها 15 ودي نخليها 15 اوكي، وتعالى نعمل بيك للدايناميك كلها تاني، ودي تبقى النتيجه النهائيه اللي احنا وصلنا لها. تبقى لكم بطاطس بطأت اكتر زي البرجر كده ما هو نازل. البانر نفسه الحركه بتاعته بقت اهدى، ما بقتش نفس القوه بتاعت قبل كده. ممكن تقدر بقى تظبط. انا متاكد مليون في الميه ان كل واحد فيكم هيطلع نتيجه مختلفه تماما عن اللي انا مطلعها. لو شايف ان البانر دوت صغير ومحتاج تكبره فاحنا عادي ممكن نيجي من هنا ونكبره، مش حاجه صغيره. بس كمان هنا البانر بتاعنا دوت المفروض ان احنا بنديله ماتيريال للظهر غير للوش، فهنعملها ازاي؟ هنيجي هنا هنحط نوده اسمها جيومتري وهنحط من هنا نوده جديده اسمها ميكس كولر هنا، وهنخلي الباك فيسنج هي اللي في الفاكتور ما بين الاثنين، فعشان يبقى البانر بتاعنا وهو بيتفرد الظهر بتاعه الجزء دوت. يعني هي تفاصيل صغيره بس يعني انتوا عارفين انا ما برتاحش غير في التفاصيل يعني. طيب هنعمل سيف للبروجكت. طيب يلا بينا نبدا بقى نجهز الفايل بتاعنا ده ونبعته للريندر. هنيجي ندخل هنا على الكومبوستنج هنلاقي فيه نودز كتير قوي، احنا مش محتاجين كل دوت ممكن نمسحه. هنيجي بس هنا محتاجين النوده دي نحطها هنا ونحطها هنا. نتاكد طبعا انه اللايرز بتاعتنا هنا فيها واحده بس، طبعا هنا فيها اتنين فهنمسح واحده ونخليها هي دي بس، هنسميها حتى كمان ريندر عشان ما نتلخبطش. انا طبعا ما بحبش الدي نويز الطبيعي بتاع بلندر، وكان كذا حد سالني على الموضوع دوت، فانا قلت له انه للامانه انا جربت كذا مره موضوع الدي نويز الطبيعي اللي بره هنا وحسيت انه بيخلي الحاجه تبقى بلاستيك شويه، انما الدي نويز دوت بيبقى الدنيا فيها ديتيلز اكتر. يعني هي مساله تعود يعني بصراحه بس مش اكتر. وهطلع كمان الشادو كاتشر بتاعي، هحط من هنا من الكومبوستنج نوده اللي هي بتاعت الدي نويز، وهحط النويز نورمال في النورمال والدي نويز البيدو في الالبيدو. اختار مكان الريندر بتاعي هنا، تعال نسمي دوت مثلا فول سين اوكي كده بالمنظر ده، نقول له اوكي اكسبت. وطبعا عايزين نطلع الشادو لوحده، فهنحط من هنا فايل اوتبوت وهنوصل فيه الشادو كاتشر بتاعي. هنختار المكان اللي هيتعمل فيه الحفظ، هنيجي هنا هنسمي ده مثلا شادو كاتشر ودي هنسميها شادو كاتشر اوكي. يبقى كده ادي الشادو بتاعي هيتحفظ في المكان دوت، وادي الفول سين هيتحفظ في المكان دوت. طيب حاجه برده مهمه قوي ما ننساش ان احنا لازم ندخل هنا على الفايل اوتبوت، ندخل على النود، نختار من هنا الصيغه بتاعتي ان هي لازم تبقى ار جي بي مش ار جي بي اي، لان ار جي بي اي هتطلعها لك بالفا هتطلع ترانسبيرنت وده مش اللي احنا عايزينه. هو اي نعم هنا الشادو مش ملوش تاثير قوي، بس يعني برضو خلينا متعودين ان احنا نمشي في الصح يعني. هنختار بقى من هنا السامبلنج بتاعنا، هنختار نلغي طبعا الدي نويز خلاص احنا لغيناه، وممكن نخلي دوت يبقى 256، نلغي النويز ثريشولد، واعتقد كده الدنيا بتاعتنا هتبقى امورنا طيبه وكله تمام. نتاكد ان الموشن بلور بتاعتنا هنا دوت يبقى 50% بس او 0.5 عشان ما يبقاش كبير، وبس كده. ممكن بقى نبدا نسمي الله، ندوس سيف، نيجي هنا نعمل ريندر انيميشن. طيب زي ما احنا شايفين كده ده الريندر بتاعي بعد ما خلص اهوت 119 فريم، وادي الشادو كاتشر بتاعي اوكي. تعالى بقى نبدا نعمل الكومبوستنج بتاعنا. هنفتح فايل جديد لبلندر وهنمسح طبعا كل دوت، فنيجي هنا على الكومبوستنج هندوس على يوز نود اللي هنا، وهنبدا بقى ندخل الفايلات بتاعتنا. شيفت ايه ايمج سيكونس، وهنختار مكان الريندر بتاعي، دوس على فريم رقم 1. برضو خلي بالكم احنا قلنا قبل كده بس نقولها تاني، لو الفريمات بتاعتك مترتبه كده من فوق لتحت كده مش هينفع ان هم ينزلوا، لازم يكونوا مترتبين بالشكل ده. طيب عشان يترتبوا بالشكل دوت بتدوس على كلمه نيم دي من هنا كده ماشي، دوس على اول واحد وتدوس على حرف الايه، تعمل لهم امبورت كلهم كده هنا. بعد كده ندوس كنترول وشيفت
على النود دي عشان نشوفها. الفريمات بتاعتنا 319 فريم، وتعالى نظبط السيتنجز بتاعتنا 1080 في 1920. فريم ريت بتاعي كان 30. كولر مانجمنت بتاعي يبقى استخدم. ماشي طيب ادي اول حاجه معانا، ده الفول سين اهوت. هنبدا نعمل شيفت ايه ايمج سيكونس، ناخد الشادو بتاعنا حرف الاي بنفس الطريقه. لو عايز تغير الاسم بتاعها من هنا بنيجي من هنا عند صار حرف الان، نظهر القائمه دي، ونيجي من على النود نغير دي هنا مثلا، نكتب شادو في الليبل وفي النيم كده اتغيرت اسم. كده فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا بقى الفوتج الاصليه. نيجي ورا كده باك داونلودز فوتجز، وادي اللي احنا كنا فاكينه من الاول خالص، وتعالى برده نغير اسمها فوتجز. ماشي طيب زي ما اتفقنا احنا بنبني الريندر بتاعنا او بنبني الكومبوستنج بتاعنا من ورا لقدام، صح؟ طيب زي ما قلنا برده المره اللي فاتت انه الحركه هنا في الكومبوستنج، انت لو تدوس على البكره بتاعت الكيبورد هي البكره بتاعت الماوس بتحرك النودز دي. طبعا لو عايز تتحرك جوه الريندر اللي ورا يبقى لازم نقفل الباك دروب دي، ندوس على ان من الكيبورد ونقسم الشاشه دي مرتين كده او الحتتين، ونيجي من هنا نخلي دي تبقى ايمج اديتور، وبنختار من هنا الفيور نود. كده انت بتقول له الفيور نود اللي موجوده دي اظهرها لي هنا، فتقدر تعمل هنا زوم ان وزوم اوت براحتك. طيب يلا بقى نبني الكومبوستنج بتاعنا. تعالى نشيل دي من هنا خالص. ادي الشادو وادي الفوتج بتاعتي، هننزل ما بينهم ميكس نود ميكس كلر، وهنحط الفوتج بتاعتي هنا فوق، وادي الشادو بتاعي. وتعالى ندوس كنترول وشيفت على دي، ودي طبعا هنخليها مالتي بلاي. طبعا احنا عشان هنا ما عندناش شادوات قوي، واتجاه الشادوات بتاعتنا راميه ورا في الارض، فالموضوع مش مؤثر قوي معايا يعني. اما في الفيديوهات الباقيه كان بيبقى مؤثر يعني، فاهمين؟ بس هي اوفرول هي دي الطريقه اللي احنا بنعمل بيها الكومبوستنج يعني. بعد كده هنحط الفا اوفر بين المالتي بلاي والفيور، والسوكت اللي تحت بنوصل فيه الفول سين بتاعنا اللي هو اللي موجود ده، فيبقى زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب لو تفتكروا احنا كنا قلنا في الاول خالص ان احنا كده عندنا هنا مشكله، انه في المبنى بتاعنا واحنا عايزين نقص المبنى ده. ممكن نعملها بطريقتين، ممكن نعملها بطريقه ان احنا نخلصها هنا كلها جوه بلندر، او ان احنا نروح على افتر افكت ونقص زي ما قصينا في الفيديو اللي فات، ان احنا نعمل بالروتو كده ونشوف مع بعض. طب تعالى نجرب كده الطريقتين مع بعض سريعا ونشوف ممكن نعملها ازاي. هنيجي بره خالص كده هنا على اول فريم، وهنيجي من الفيور نود هنا دي، بدل ما هي هنا فيو هنخليها تبقى ماسك. كده انت هتبدا ان انت تنزل او تعمل ماسك. اتحركت كده شويه هتلاقي هنا في كلمه نيو، ممكن تدوس عليها كده. انت تبدا ان انت ترسم ماسك جديد، هتدوس على الكنترول وتبدا ان انت تحط دوتس كانك بترسم بالبين تول كده جوه فوتوشوب. حط دوتس كده على المكان بتاعك وانت دايس على الكنترول، عشان تقول له ان المكان ده هو اللي هيبقى فيه الماسك بتاعي، ما ينفعش حاجه تاني تظهر وراه. ماشي كده بالمنظر ده، ونيجي نقفلها من هنا كده خالص. كده انا قفلت الماسك بتاعي. اوكي طيب ادي الماسك. عايز بقى ابدا فريم فريم كده، ابدا ان انا اتحرك معاه عشان خاطر اقول له ان هو ده اللي هيبقى الماسك بتاعي. تعالى نسمي دوت كده ماسك، تعالى نسمي ده ماسك بيلدينج عشان يبقى اسمه موجود معايا. اوكي وهاجي هنا عند الفول سين بتاعي دوت، عند الحته اللي فيها كومبوستنج، احط شيفت ايه. انا دلوقتي عايز اطبق الماسك بتاعي دوت على الريندر اللي هو ال 3 دي، فهدوس شيفت ايه وهنزل من هنا ست الفا. ماشي ست الفا كده انت بتقول له ان بدل الالفا اللي معانا دي، لا احنا عايزين نحط الفا جديده معانا، وهنحطها ما بين الاثنين دول. كده مفيش اي حاجه حصلت. طيب عايزين بقى نوصل الماسك ده جوه الكومبوستنج هنا، فهندوس شيفت ايه تاني وهنحط نود اسمها ماسك. ماشي الماسك دي هنحطها في الالفا بتاعتنا دي، اللي هو هنقول له ان ده البرواز الجديد او الماسك الجديد بتاعنا. لما تيجي تعمل كده مفيش اي حاجه حصلت. ليه؟ عشان احنا ما اخترناش الماسك بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه من هنا اللي هو ده. خلاص فلازم تختاره من هنا كده، اللي هو اللي احنا سميناه هنا دلوقتي ماسك بيلدينج. طيب هنا الايفكت بتاعي معكوس، هو هنا عامل الماسك مبين بس الجزء اللي جوه المبنى، انا عايز العكس. فهاجي من هنا ادوس شيفت ايه ونعمل ننزل نود اسمها انفيرت كولر، وتحطها ما بين الاثنين دول، ما بين الماسك وما بين الست الفا. ايه اللي حصل كده؟ انا كده عكست القيمه اللي كانت موجوده، بدل ما كان هو هيظهر اللي جوه المبنى بس، هو كده هيظهر اللي بره المبنى واللي جوه المبنى يختفي. طيب لو انا جيت اتحركت كده الماسك بتاعي ده ثابت، فبص ايه اللي بيحصل معايا. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اخلي الماسك بتاعي ده بيتحرك بنفس الحركه بتاعه الكاميرا بتاعتي بالظبط. عشان اعمل الموضوع ده هعمل ايه؟ هبدا ان انا هاجي هنا جوه الماسك، هدوس على حرف الاي كده، انا علمت عليهم كلهم على كل النقط اللي موجوده. عايز كل حركه هعملها تتسجل ككي فريم او تتسجل كحركه زي الانيميشن كده جوه بلند. عشان اعمل الموضوع ده بدل ما افضل كل شويه اعمله مانيوالي، في عندي هنا زرار. لو اتفرجتوا على الحلقه بتاعه الانيميشن اللي احنا كنا عاملينها في الكورس بتاع بلندر انلوكد هتفهموا الحته دي. بس تعالوا نقرا سريعا. في هنا الزرار اللي هو بتاع الاوتو كي فريم، اللي هو اي حركه انا هعملها هتتسجل ككي فريم على طول. فبفعل الزرار دوت كده، وببدا ان انا امشي مثلا 5 فريم ب5 فريم. يعني نيجي عند فريم 5 هتلاقي بص الماسك اتحرك كده شويه او الفوتج اتحركت شويه، فهبدا ان انا اروح جاي ساحبها حاجه خفيفه كده هنا كده، هو اتسجلت معايا خلاص ككي فريم. ابدا اتحرك مثلا شويه لحد هنا، الاقيها اتحركت كده، اروح جاي ساحب الماسك بتاعي لحد هنا مثلا كده، اتحرك كده شويه كمان. اللي انا بعمله ده دي عمليه اسمها عمليه الروتو. الروتو هي
بتبقى وظيفتها ان انت كانك زي الماسك بتاع الفوتوشوب كده بالظبط، انك بتمسك او بتحدد المكان اللي انت عاوزه يبان معاك والمكان اللي انت مش عايزه يبان معاك. تعال نكمل، نفضل ماشيين كده شويه، هتلاقي بص الماسك المفروض ان هو طالع لبره كده، تبدا تحركه سنه صغيره جوه بالشكل ده. او انت ممكن بقى تبدا تمسك نقطه نقطه، لو شايف ان هي النقطه دي بس اللي المفروض تتحرك زي هنا كده. التظبيطات بقى كلها بتاعتنا ماشي. نبدا نكمل، نيجي هنا ندوس على حرف الاي عشان نحدد النقط كلها، ونيجي هنا كده. هي عمليه يعني بتاخد وقت بس شويه وبتحتاج منك تركيز عشان الكواليتي في الاخر يطلع بشكل كويس. وطول ما انت مفعل الاوتو كي فريم هنا، هو اي حركه انت بتعملها هو بيسجلها لك على طول. ده بالنسبه للناس اللي هي ممكن تكون عايزه تعمل الكومبوستنج بتاعها، تقفل الكومبو جوه بلندر يعني. هنشوف دلوقتي لو حبينا نعمله في افتر افكت الموضوع بيبقى عامل ازاي. طبعا هنا في حركه عنيفه شويه، هنبدا نيجي هنا نبدا ناخد النقطه دي كده وناخد النقطه دي كده. طبعا ان احنا محتاجين نظبطها ماشي. هنتحرك كده شويه كمان، نعلم على كله ونيجي هنا كده ناخد النقطه دي نعملها كده شويه. نكمل. في ناس وظيفتها في الشركات بتاعه الفي اف اكس، هي ناس وظيفتها حته الروتو دي، ان هي بتقص الحاجات اللي زي كده، او مثلا لو جالهم حاجه متصوره على جرين سكرين بتفصل الشخص دوت وتعمل له روتو عشان خاطر تقدر ان انت تستخدمه. واغلبيتهم بصراحه اللي بيستخدموا الكلام دوت او اللي بيشتغلوا في الشغلانه دي بره يعني بيبقوا الهنود، لان يعني الهنود بيبقوا شاطرين في الحته دي. مش عارف ليه بصراحه، يمكن عشان اسعارهم مثلا، مش عارف يعني، بس هم الهنود اكتر ناس بيشتغلوا في الحته دي يعني. نتابع كده يعني اعتقد كده بقت الدنيا تمام معانا ماشي. هنبدا بقى نراجع كده سريعا. لو احنا جينا هنا نرجع بقى من الماسك، نغير من هنا من الماسك نخليها فيو، ونبدا كده بقى نشوف البريفيو بتاعنا. بص هتلاقي المبنى بتاعك بقى يعتبر هو اللي قدام البانر. طبعا هو مش قدام البانر بالمعنى مش قدام البانر بالمعنى الحرفي، ولكن هو البانر هو اللي بقى وراه. واخدين بالكم؟ بص شايفين التفاصيل الصغيره دي؟ الايدج ده المفروض ان هو يتظبط. فهاجي من هنا على الماسك وامسك النقط اللي زي دي كده، ابدا اظبط زي كده. هي بتحتاج بس شويه متابعه وشويه تركيز في التفاصيل اللي زي دي عشان تفضل موجوده. خلي بالكم احنا لسه مفعلين الاوتو كي، ها خلي بالكم من النقطه دي كويس. يعني معنى كده ان اي حركه هتتعمل هي بتتسجل على طول في الاوتو كي بتاعي. بعد ما بخلص خالص بقى بروح جاي راجع من هنا كده على الفيو وبلغي الاوتو كي بتاعي. بلاقي خلاص كده انا الماسك بتاعي خلاص كده بقى متفعل وبقت كله الدنيا بقت تمام. ممكن بقى اجي في الاخر خالص هنا كده عند الكومبوزيت بتاعتي دي واروح جاي موصلها في الالفا اوفر، واجي من هنا اختار الاوتبوت بتاعي يبقى ار جي بي و16 بت. اختار المكان بتاع الكوم ريندر كوم هنا مثلا، تعالى نسمي ده بلندر كوم، ولو عايز هنسميه مثلا بلندر كوم سيشن 7. عايز تطلعه بقى بي ان جي يطلع سيكونس صور ماشي، عايز تطلعه فيديو فهنيجي من هنا اف ام بي اي جي فيديو، والانكودنج هنا هنخليها تبقى ام بي اي جي 4، والكواليتي نخليها تبقى هاي كواليتي، نتوكل على الله من هنا ونقول له ريندر انيميشن. هيبدا بقى يعمل لنا الريندر بتاعنا. تعالوا بقى نشوف لو احنا هنعمله على افتر افكتس. هنفتح الافتر افكتس، هنيجي هنا نختار نيو كومبوزيشن فروم فوتج. نختار اول حاجه الفوتج بتاعتنا، السيكونس اللي احنا كنا منزلينه، نعمل له امبورت وتعالى نسميها فوتج. بعد كده هنبدا ندخل الريندر بتاعنا اللي هو السي جي والسين، وليكن هيبقى كده. تعالى نسميه ريندر سي جي. موضوع بسيط. هناخد الفوتج دي ناخد منها كوبي. تعالى اغير بس مكاني ما بقاش. موضوع بسيط. هناخد كوبي من الفوتج دي، كنترول سي كنترول في، ونطلعها فوق كده شويه. وتعالى نسمي دي بيلدينج وهندوس عليها دبل كليك. هتيجي من هنا كده هتلاقي في حاجه اسمها روتو برش اللي هي التول دي، هتدوس عليها. وبعد كده نيجي هنا عند المبنى ده نبدا ان احنا نعلم عليه بالشكل ده، ونبدا ندوس سبيس من الكيبورد عشان يبدا يعمل له عمليه التراك كده. هو بيعمل نفس اللي احنا عملناه من شويه مانيوالي، هو هنا بيعمله اوتو. دي بقى حلاوه افتر افكت في الكومبوستنج، ان هو في الحاجات اللي ليها علاقه بالماسكينج كده بيبقى شاطر جدا فيها يعني، بيساعدنا كتير كمان بالذات للحاجات اللي ليها علاقه بالاشخاص يعني ادينا قربنا نخلص اهو. تك 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 هوب كده احنا خلصنا خلاص. فممكن نوقف. وبعد كده بتيجي من هنا بقى عشان تاكد على الماسك بتاعك، تيجي تتفرج عليه كده من هنا. ادي البريفيو بتاعنا اهو. لو لقيت فيه الايدج اللي موجود دوت ممكن نبدا ان احنا نظبطه. نيجي عند الشيفت ايدج دي نبدا ان احنا نغير فيها كده شويه لغايه اما الايدج اللي كان موجود دوت يبدا يختفي. زي ما احنا شايفين الدنيا تمام وزي الفل. اخر حاجه بقى بندوس على الفريز عشان ناكد على الماسك اللي احنا عملناه دوت، وبيبدا يعمل الفريزنج للفريمات بتاعتنا كده. يبقى خلص. لو واخدين بالكم برضو هنا في حاجه كمان، حته صغيره كمان هنا هتلاقي بصوا شايفين عمود النور دوت، عمود النور الريندر السي جي جاي عليه. فممكن برضو نظبط الحته دي ان احنا ناخد كوبي من الفوتج نطلعها فوق هنا كده، نسميها مثلا لايت، دبل كليك عليها عشان يفتحها لنا هنا لوحدها. نفس اللي احنا عملناه في المبنى بقى نعمله تاني. نعلم على الجزء ده كده، محتاجين بس الحته دي هي اللي داخله على الريندر بتاعنا، ونبدا ندوس سبيس من الكيبورد عشان يبدا يعمل لها عمليه التراكنج. بس هو بدات تبوظ معايا بره، بس يعني مش مشكله. انا اعتقد ان انا محتاج بس اول كام فريم في الحته دي. لو هي بدات تبوظ معاك كده ممكن توقف وتبدا ان انت تشيل الحاجات اللي بره دي، ان انت تدوس على الالت فبيبدا يشيل، او تدوس
كده من غير اي زرار على الكيبورد، فبيبدا ان هو ياخد حاجات لجوه. يعني اعتقد انا مش محتاج اكتر من بس من الكام فريم الاولانيين دول وخلاص. محتاج حاجات تاني برضو نفس الكلام. لو الايدج اللي بره دوت ممكن يكون مضايقنا، ممكن نيجي هنا عند الشيفت ايدج دي ونبدا ندخلها كده شويه جوه، وبعد كده نقول له فريز. كده احنا الدنيا تمام. ممكن بقى نبدا نعمل الريندر بتاعنا. اكسبورت ريندر، اختار من هنا المكان اللي احنا هنعمل فيه الريندر، هنسمي دي افتر افكت كومبوزيشن 7 وريندر وبس كده. ده يبقى كده الفاينل ريزلت بتاعتنا اللي احنا عملناها. ممكن بقى تزود شويه افكتات من عندك انت لو عاوز ان انت تحط الصوت بقى، الصوت بتاع الحاجات دي وهي بيقع هيدي طبعا تاثير احسن. ممكن تعمل شويه كاميرا شيك كده، ان الكاميرا او الشوت بتاعي الحاجات وهي بتقع اول ما نزلت كده، عارف الارض كانها اترجت كده او الكاميرا كلها اترجت. كل الحاجات دي كلها افكتات ممكن تبدا تزودها. عايزك تبدا بقى تطبق الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده دي. النهارده دخلنا الكلوز سيميوليشن مع الريجيد بودي مع سنه لايتنج مع موديلنج مع تراكنج مع حاجات كتير كده. بدانا ناخد الليفل سنه اصعب فوق، مع كمان الكومبوستنج بدانا نشوف شويه حاجات جديده في الكومبوستنج زي الماسكينج. عايزك تبدا تطبق الحاجات دي وتعملها، او تعمل فيديو بس بطريقتك انت. عايزك تعمل حاجه بطريقتك انت بقى، مش لازم تعمل نفس اللي انا عملته بالظبط. ممكن تعمل حاجه تكون بدماغك انت بنفس الاسيتس، بس تغير في الكومبوزيشن، تخلي الحاجه جايه من اليمين للشمال، تخلي في بانر مثلا نازل على المبنى، تخلي البطاطس دي بتبدا تتعمل كانها بتقع على البرجر مثلا، وبعد كده بتقع ورا المبنى او بتقع قدام المبنى. عايزك تشغل دماغك يعني. حتى عشان انا بشوف كتير في التطبيقات بتاعه الفيديوهات اللي احنا بنعملها لما الناس بتعملها ان هي بتعمل نفس اللي انا عملته بالظبط. ده كويس ان انت تمشي معاه مع تطبيق الدرس، بس في النهايه انا عايزك الاوتبوت حتى لما تيجي تطلعه تطلع حاجه بتاعتك انت، تبقى كرييتيف بتاعتك انت لما تيجي تحطها في البورتفوليو بتاعك ما تبقاش متقلده، ما تبقاش كل الناس شافتها قبل كده. وطبعا ما تنساش تعمل لي منشن على انستجرام وتوريني اللي انت عملته في الستوري او في البوست، او حتى تبعتها لي برايفت. والكلام بقى بتاع كل مره بقى، عايزينكم تدلعونا بقى، فاهم، وسبسكرايب والحركات الجميله ديت وبتاع. لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حابب ان انت ممكن تشوف المحتوى بتاعنا تاني ممكن تعمل سبسكرايب. وان شاء الله استنونا في الفيديوهات اللي جايه، وسلام. ساكل برجر قوي، ساكل برجر قوي.